ديال الأنظمة اللي كانت عندهم فرض الحماية اللي هي المملكة المغربية وتونس الشقيقة الحبيبة. تفضل الخياط. اولا باش نحكوا على الحمايه اللي فرضت على تونس هي استعمار غير مباشر. وعلاش فرضت الحمايه مثلا على تونس ولا المغرب؟ نتحدث على تونس. اولا لما فرضت الحمايه تونس كانت دوله، كان يحكمها الباعي، كانت دوله قائمه الذات. لو نقارنوا ما بين الحمايه والاستعمار، هي فرضت الحمايه، لكن الجزائر فرنسا دخلت عليها لم تجد لا رئيس حكومة ولا تسيير ولا شيء. أما تونس فرضت فرنسا حمايتها على تونس في 12 ماي 1981 بما يسمى بمعاهدة باردو قصر السعيد، إثر غزو عسكري وتدهور مالي. ولو نذكركم أنه من أين جاءت فرنسا؟ جاءت لنا فرنسا من الجزائر، كما جاءت لنا تركيا من الجزائر. أنا كل ما هو ضر بنا منذ القدم جانا من الجزائر، والحماية هي نوع من الاستعمار. وعنا استقلال، واستقلينا بسواعدنا، واستقلينا بجهودنا، واستقلينا بناسنا، وبالثورة كما استقلت المغرب وعندها وثيقة استقلال كما المملكة المغربية. هذه نقطة. كذا ثم نقطة أخرى نجم نجاوب عليها. لا أخي، هذه اللي تكلم على الحماية، تكلم على الحماية التونسية وقال بأنها حماية، وأن الأنظمة المنبطحة هي من زعما كتكون عندها الحماية. فأنا مبغيتش نجاوب على تونس لأن تونس لديها رجال ونساء قادرين أنهم يدافعوا عليها. أنا لا مشيت خرجت يقول كتدافع على شي. هذا ما كان خير. تفضل أختي. لا. أولا تونس فرضت الحماية. تنجم تطلع ثم واحد اخر اسمه خياط معنا هنا، او كاتب خياط نجم نطلعيه، هو ملم بالحكايه هذيك. اللي انا حمايه هي نوع من الاستعمار. وانا نعطي مكاني، خلي يجاوب الاخ اللي معايا تو الخياط، ينجم ياخذ مكاني، خاطر انا اختصاصي طلعتوا يمكن من غير ما خليه يكمل هو المداخله نتاعك اذا كان يسمع في الموضوع. تفضل. قانون الحماية اللي عملوه في تونس مش لحماية التونسيين، هو لحماية مصالح فرنسا، خاطر فرنسا غرقتنا بالديون وحبت معناها كومكوا باش تحط يدها على المصالح المالية فقط، وتحمي مصالحها المالية وتحمي مصالحها الماليه، وتحط يدها على الزراعه التونسيه وعلى الموانئ لين تونس تخلص الديون نتاعها. هذا مش معناه الحمايه، جد تحمي في مصالحها الاقتصاديه. لكن الحكم السياسي الداخلي والسياسه الداخليه للدوله عن تونس، والسياسه الخارجيه للدوله عن تونس. فرنسا فقط حبت تحط يدها على مصالحها الماليه بالشحماه لا اكثر ولا اقل. لكن الاستعمار هذا، الحماية الخطة اللي دخلت بها فرنسا باش تحمي مصالحها في تونس، تحولت إلى استعمار مباشر عام 83. عام 1883 تحولت المعاهدة هذيك إلى استعمار مسلح. فهمت؟ هذيك هي الحكاية وما فيها. لكن هم كي يقروا قانون الحماية يجي لبالهم ديريكت اللي فرنسا دخلت تحمي في تونس وإحنا طالبين الحماية، وعملوا منها سردية وعملوا منها حكاية، بينما هي أقسم بالله مضحكة جدا من الناحية التاريخية ومن الناحية الثقافية ومن الناحية العلمية، تبين مستواهم الهش. خاطر يروجوا الحاجة بناء على كلمة. معناها شوف أنت، معناها معاهدة كاملة فيها ما نعرفش قديش من بند، جو كلمة حماية وقال لك فرنسا تحمي فيكم. فرنسا اللي باش تحمينا راهو احنا اللي خرجناه بالكرتوش من بلادك راهو. فهمت؟ معناها بعد ما كملنا تحرير تونس مشينا للجزائر نحرروا فيكم، وديجا هانم شهدائنا مازالوا يشهدوا ليومنا هذا، والفلاقه التوانسه مازالت تشهد ليومنا هذا، وجبال الشرق الكلها تشهد على المنظمين التوانسه وعلى الفلاقه التوانسه شنو عملوا بالضبط في الجزائر. اليوم انت تجي تحكي لي تقول لي حمايه وما حمايه، هذا موضوع ما فهمت.
مرحبا بك اخي الخياط، ودائما نحن كذلك عين. باغي تقول شي حاجه اياس؟ انت الاول، تفضل اخويا. لا لا لا، تابع ياك كثير. ونحن كذلك الخياطين نقريو في انواع الاستعمار واشكال الاستعمار. وملي كنتكلموا على بروتيكتورا ماشي هي بروتيكسيون، كاين فرق في المفاهيم القانونيه للاستعمار. الاستعمار هو كلمه شامله وغانمه لمجموعه من الاشكال وانواع الاستعمار، منها فرض الحمايه عندما يكون هناك من نظام مركزي اللي اصلا الدوله ما تقدرش تستيطن، غتدخل من اجل فرض الحمايه او باساليب كنقول كنقولوا بالدارجه المغربيه ديك تاع حراميات باش تدخل، سواء غتقول لك حق انت ما عندك شي حاجه ماشي هذيك، ولا غنعصر لك الانظمه ديالك ولا ما الى ذلك. اما ملي كتلقى بانه ما عندكش نظام مركزي داخل الدوله، اي انك عندك واحد المجال وسطيه حضاريه منذ قرون وقرون وانت ما عندكش التركيز على دوله معينه، كتدخل لك بدافع الاستيطان، كتستيطنك. دونك هنا راينا نشرحوها لكم. هذا دابا التونسي حتى هو عنده نظام الحمايه وفرض نظام الحمايه، هو مختلف شويه على نظام الحمايه المغربي، ولكنهم يندرجون ضمن شكل من اشكال الاستعمار الا وهو الحمايه، يعني البروتيكتورا وماشي لا بروتيكسيون، بحجه استرداد الديون. برافو عليك. شكرا اخي، خليك معايا انت والخياط وابو اميره والسقور الخارج. مرحبا بكم. غادي ندوز نعطي الكلمه. ايوا الشباب قلتها لكم، عافاكم الشباب، الله يكبر بكم. غير باش ندير كونتيستاسيون راه غيتحيدوا لكم الهدايا، ماشي مشكل، كبسوا الشباب. الهدايا ما نجموش نبعثوا هدايا. ماشي مشكل، ماشي مشكل. انا صيفط الكونتيستاسيون، غير الشباب كبسوا عافاكم. خليك معايا ناخذ شكون؟ مهدي. ماشي مشكل الشباب، غير كبسوا الشباب، كبسوا. السلام عليكم. درت شوا 3 صحة وعليكم السلام. صحة صحتكم. أنا عندي غير تدخل خفيف، قالك إلا سمحت لي عافاك، لأن جاني إنذار آخر. لا جاني إنذار آخر. الشباب عييت فيكم قبيله، قلت لكم حتى الصباح المبيح راه باطل. طلعوا كاع الأمة. ما أنا هاد مهدي بغيتي تطلعوا يسار، ما عندوش المستوى، غادي يشوه الجزائريين، اقسم بالله. أنا خصني شي واحد عنده مستوى يرد على هاد الشيء. الشباب التكبيس دابا نار، لأن ما عندناش الشباب الهدايا. تكبيس الشباب والبارطاج. واخا ناخذ ايطاشي كنظن غيجاوب. واخا خياط بغيتي تعقب قبل ما ناخذ ايطاشي؟ باش نعقب كلمه صغيره قبل الايطاشي. اول شيء نشكركم على المساحه، وحبيت نقول لكم الشعار اللي على القضيه الفلسطينيه، ربي ينصر اخواننا الفلسطينيين. بالظبط متفرعين درك نحرر فلسطين. السلام عليكم وتحياتي لكم. حياك الله الخياط، حياك الله حبيبي. بطمان السلام عليكم. معنا بطمان. ناخذ، خليك معنا الخياط الا كنتي هكا من اجل الرد، باش حنايا ما نكونوش كندخلوا، راك عارف. دونك ناخذ ايطاشي. السلام عليكم، خليك معنا خويا العزيز. وعليكم السلام، تحياتنا لكم كامل، ولكن نتمنى ما تقاطعونيش. كيما كان عندي ارحب بالصدر وسمعت كل المغالطات اللي كنتوا تتكلموا عليها. لا انا اخلاقي لا تسمح لي اني نسبونك هاني، ولكن ما تقاطعونيش فقط. اولا كان يتكلم واحد الاخ فلسطيني، تحياتنا على كل حال الناس غزه، ونتمنى لهم يكونوا في احسن الاحوال. مع ذلك كان يمد في مغالطات كارثيه. اولا من اين انشئت دوله فلسطين؟ من الذي حمى الوفد الفلسطيني عندما كانت تنشأ دولة فلسطين في قصر المعارض في الجزائر؟ ومن اعترف بفلسطين كأول دولة؟ من أدخل ياسر عرفات للأمم المتحدة ليقوم بخطابه عندما أدخل الزيتون؟ من أول من قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة؟ من الذي قدم مساعدات لا تعد ولا تحصى لفلسطين وبلا مزية، يعني من دون جميل؟ هذا واجب علينا كجزائريين، بأننا نعرف معنى المقاومة، ونعرف معنى الجهاد، ونعرف معنى مقاومة المستعمر. لهذا يعني وقوفنا مع فلسطين أنك تجي وتقول وتقدم مغالطات وتقول أن الجزائر هي من دعمت الكيان الأزرق، هذا كلام كذب، وهذا كلام لا يقبله عاقل. حتى الفلسطينيين يعرفون من هي الجزائر، ويعرفون من هو من باع القضية ومن خان الفلسطينيين. كيف بالله أنك تكذب وتقول أن من قام بأحداث ميونخ كانوا يحملون باسبورات مغربية، وهم كانوا ممثلين لبعثة فلسطين في الألعاب الأولمبية؟ لماذا هذا الكذب؟ يعني كيف بالله عليك أن تقول أن الجزائر
صوتت لصالح قرار متحدة في هذه المغالطة أنه كل الدول العربية، الجزائر كانت ممثلة للدول العربية في مجلس الأمن، يعني ذلك القرار إذا أنك باش تلوم الجزائر لازم تلوم كل الدول العربية، ما يمكنش للجزائر وحدها. رغم ذلك ممثل الجزائر في الأمم المتحدة صوته تبح، وهو يوقف مع فلسطين، وهو يدافع على فلسطين، وهو يوصل لشعب غزة للعالم، حتى أن الجزائر تعرضت للعديد من المضايقات من طرف الوفد الصوصي في الأمم المتحدة فقط لوقوف الجزائر مع فلسطين. فتأتي هنا وتقدم مغالطات وتنكر الجميل، هذا ليس من شيم الرجال. نعود للأخ اللي كان يتكلم، وهذا الكلام يعني لا يستحق حتى الرد عليه، ولكن نتكلم عن أي تحرير تتكلم. كيف لتونس؟ لا، تحياتنا على كل حال التونسيين أشراف، ولكن احنا ما نتكلموا على ناس تيك توك هادو فيهم وعليهم. أن تتكلم بدون مصادر. كيف لتونس أن تحرر الجزائر؟ كيف لتونس بالله عليك أن تحرر الجزائر إذا كنت أنت لم تحرر؟ أنت عدا معركة بنزرت عن أي مقاومة قمت بها في تونس، عن أي ثورة. التاريخ يشهد للثورة الجزائرية، ويشهد للمجاهدين الجزائريين، ويشهد للمعارك الجزائرية منذ أن دخلت فرنسا، والجزائريين يقاومونها بدءا من خليني نكمل نتكلم، ما قاطعتكش أنا. ما عندكمش روح الحوار، ما تعرفوا تناقشوا. المايك للخياط، سد المايك للخياط. عبدو انت غنهبطك انت عبدو. علاش هبطتي ايطاشي؟ علاش هبطتي؟ خليه تيسالي. ما قالك حتى شي كلمه العيب، قال لك اعطيني. الا راه هبط الياس دقيقه، راه هبط قال لك ما عندكش اسلوب حوار، هبط. ما قال لك حتى شي كلمه ديال العيب، قال لك اعطيني اسم المعركه. انت كتكلم زائد، راه هناك ما رد عليك، ولكن ما بغيتش ندخل انا، نخلي ابو اميره يدخل فيما يخص تاسيس الدوله. والله شوفي اختي، انا بلاتي ابو امير، انا نعطيك نشوف غير التعقيب ديال الخياط عليه ومن بعد نعطيك. أخت بنت المملكة، باش نسمعه من الذاكرة الشعبية الجزائرية ما تيسر من أغاني الثورة الجزائرية. هذا حاج هنا تبع الطريق، تبعنا شوف ترى هاي اغاني روح. يقولك والله يا معير في باقة وتلم وثمانية فلاقة، والعسكرية دابة وتحوس فيها الفلاقة، بيه مع الفلس البهدية فتك لاه البنيانة، عالحق يا رومي طليان الشمس روح منكم طحانة. يقولك والله يا معير مشوم الهندي والشريزوم، ضربوا صيد بالرفال لا ينصر ولد الغربية، كاسكيت وطرف عربية متحزن نقل اسمه ليا. يقولك والله يا معير في عين الزرقاء، والحب توجيك الورقة، والعسكري خربت في الغرقة، ويقول هذيك كسروا مرقة. يقولك والله يا معير مشوم الهندي والشريزوم، ضربوا صيد بالرفال الله ينصر ولد الغربية، كاسكيت وطرف عربية متحزن نقل اسمه ليا. وتلموا 80 فلاقة، والشرايط اللي يحكي عليه هو الازهر، الشرايط اللي خاض معركة الدبسة اللي انتم حبيتوا تخنشلوه اصلا بكله. وفرنسا وقت اللي كانت ترمي في المناشير كانت ترمي فيها باسم الفلاقة، وقت اللي كانت تعمل هدنة في الجزائر كانت تعملها مع الفلاقة، ما تعملهاش مع التوانسة. هذه حاجة. والحاجة الأخرى اللي باش نزيد تفهم أكثر شنو الموضوع بالضبط. فرنسا وقت اللي دخلت لبلادكم ما دخلتش بحرب. أنا نتحداك تجيب لي حرب وحيدة خاضوها المجاهدين اللي أنت تحكي عليهم وحرت بلاد في الجزائر. الحروب اللي تحكوا عليها الكل ما هيش موثقة، لا في الكتب لا بالفيديوهات لا بحتى بشيء. أنا نعطيك مثلا فرنسا وقت دخلت لصفاقس دخلت بالحربية بسلاح البحرية وبالطيران، دخلت البنزرت بالطيران، باجي تعرضت للقصف بالطيران، ساقيت سيدي يوسف تعرضت للقصف بالطيران، بنزرت تعرضت للقصف بالطيران، معركة الجلاس بالقصف بالطيران. سمي لي مدينة واحدة قصفت في الجزائر بالطيران، سمي لي مدينة واحدة قصفت. أنا نعطيك أبسط حاجة، مثلا وقت اللي دخلت فرنسا في
وقت اللي دخلت فرنسا عن طريق الجزائر بطبيعة الحال بالجيش الحركي متاعكم اللي ساهم في حصار الكاف وفي حصار وحاصرتم مع فرنسا قصر بارد والعاصمة، نعطيك مثلا شيخ المجاهدين علي بن خليفة النفاتي وقت اللي عقد مجلس الفرسان والقبائل في القروان باش يلموا ويقاوموا فرنسا. هذيك وحدها فهمتني ولا ام المعارك، هذيك وحدها ام المعارك. فما بالك انت من نهار اللي دخلت فرنسا الى يومنا ل 56 باهي. وكون نبقى نسمي لك انا نبقى نسمي لك في المعارك اللي خاضها الشعب التونسي، نبقوا للصباح لللايف وانا نسمي لك فيهم المعارك، ولكن انا نتحداك تسمي لي معركه واحده خاضوها المجاهدين اللي انت تسمي فيهم هذوما المجاهدين، حتى ولو معهم جنسيات اخرى مثل التونسيين والمغاربه، انا قابل. لكن سمي لي معركه تحررت مثلا باتنا ولا حررته وهران وتم طرد المستعمر الفرنسي من ولايه جزائريه مثلا، ما عرفش انا معسكر ولا سماه اللي تسماه. المفيد اعطيني حاجه موثقه، ما تحكيليش بلا بلا بلا، وتعطيني معلومات فهمت ولا من راسك وخطب وبروباغندا فارغه. نحب حاجات موثقه سواء من صحف ولا من كتب ولا من فيديوهات. ثم سلطوا الاضواء كلها تنكر. بديده سد المايك عافاك واحد دقيقه، راك يلاه طلعتي. بديده سد المايك عافاك واحد دقيقه، راح معنا باتمان باقي ما هضرش، حتى هو جزائري ولد عمك. سد المايك اخويا، نمشيو بالله. انا كل شيء سد المايك. حسبي الله ونعم الوكيل، انا فيها والو. يا ودي تحسبي الله ونعم الوكيل. محكمه الاسره سدات مع العشره، واش انايا جايه كندير لك انايا دروس الحسنيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اش كندير لك انا؟ شعوب طالع عليها الدم منكم، طالعه كتعبر على صوتها وانتم اللي جبتوها اصلا. هي كاع ما كانت، كنا مغرب جزائر. حسبي الله ونعم الوكيل. واش عفره لك ورثك انا؟ باتمان السلام عليكم. فهمت انا مالي مالهم معانا. وانت كتشوف اخويا ضحك عليا. اش غندير لهم انا؟ كاع عييت نكون سكت فيهم قبيله، عييت نسكت في عبدو اللي جبد لكم هاد المشاكل كامله. باش نكون معكم صريحين، سب تونس، سب فلسطين، سب صقور الخليج، سب الامارات، سب المغرب، سب كلشي جمع شمله. اش غندير لهم انا؟ تفضل. نتوما تسبوا عباد الله وما تبغيوش يردوا عليكم بالمسبه، ما يمكنش. راه شادينهم عليكم. راه لو كان طلقوا ابو اميره وصقور الخليج راه يجبدوا لكم التاريخ الزوين. تفضل يا باتمان. باتمان ولاش طالع؟ لاش طالع؟ باش تصور؟ لاش طالع؟ باش تصور؟ الشباب راه ولاو كيتسناليو عندي الناس. ناري شحال ديال الانذارات. اسمحوا لي انا بقول لكم تصبحوا على خير. الله يتاخر. خليك افضل. لان نبداو نسيناليو بزاف. الله يرحم لكم الوالدين والله يحفظكم ويحفظ فلسطين نتشرف باهل الخليج كاملين اخويا العزيز. الله يخليك. اطال الله في عمركم واطال الله في امراء الامارات وكذلك ملوك السعوديه واخواننا في المشرق، منهم كذلك السوريين والعراقيين والفلسطينيين وما الى ذلك. شكرا جزيلا لكم. الله يطول في عمركم وينصركم يا ربي وينصر أمة محمد أينما كانت وحلت وارتحلت. إلياس خويا اسمعني، الله يبقى خدامش بحال هكا. عندي السينيال مجهد، قسما بالله عندي السينيال مجهد. الشباب غنهبط 10 دقائق احسن ما يضربوني انا. غيضربوني والله غيضربوني. انتم عاطيني هانت، عاطيني انذار الاول الثاني الثالث الرابع وغيستريكسيون الشباب. ها هو عاوتاني واحد. شباب الله يجازيكم بخير. غنهبط لايف ونعاود نرجع. الياس من الافضل. هشام دي زاد رجع. واخا الياس واخا انتم ما كنتسمعش دابا. كتسمعوني الشباب؟ كتسمعوني؟ شوفوا الياس كيفاش ولا. كنسمع. الله كيتبلونطا السينيال الشباب. الله يجازيكم بخير. انا نهبط ونعاود نرجع. الشباب. سير ماشي مشكل. اللي ما دايرش ابوني للكونت يدير الابوني باش نعاودو ملي نرجعوا. اللي ما دارش الابوني يدير ابوني باش نرجعوا. ها هو هشام تا هو السينيال واقيلا. لا هشام هبط. اللي ما دارش ابوني شباب يتابونا باش ملي نرجع نفتح الكونت يطلع لكم اللايف الا بغيتو. سير يلا.
غنبقى شويه قبل باش ما نهبطش اللايف وتلف عليكم. واخا واحد دقيقه.